السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محبي قناة شواد فتحة مرحبا وألف مرحبا ومرحبا بالناس جداد. فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم لي كريب حلوين بطريقة بريستيج كيجيو ولا أروع، للمناسبات للأعياد الميلاد وحتى لوليداتكم باش تفرحوهم كيجيو ولا أروع. نتمنى إن شاء الله تابعوني وفرجة ممتعة للجميع. نمشيو لطريقة العمل بحول الله. بسم الله على بركة الله نبدأ. غادي ناخدو في واحد الإناء، غادي نديرو 3 ديال البيضات على حرارة المطبخ، غادي نزيدو 2 ألزل تنسيم باش يجينا منسم زوين وفيه النسمة، غادي نزيدو كذلك الملحة حسب الذوق، معلقة ديال العسل، نخلطو مزيان شويه ونزيدو نص لتر ديال الحليب، نخلطو مزيان. من بعد هنايا غادي نزيدو 250 غرام ديال الدقيق، يعني هاد الخليط هذا يحتاج 250 غرام ديال الدقيق بالتدقيق. من بعد ما خلطناه هذا هو القوام ديالو. من بعد غادي نزيدو الزبده شويه بشويه. هنايا انا درت 50 غرام، طبعا ذوبتها. هنايا غادي نغطيوه. طبعا الا بغيتو تخليوه يبات تقدروا تخليوه ديروه في الثلاجه وتخليوه شحال ما خليتوه شحال ما يجيكم زوين ويجيكم رقيق. نغطيوه واحد المده واحد 15 دقيقه ولا ونرجعوا. من بعد غادي ناخذوه، غادي هنايا نحيد واحد مغرف ونصف كل انيه. هنايا غادي نزيد فيه الالوان، طبعا الالوان الطبيعيين. في الاول غادي نزيد معلقه على حساب معلقه ديال ماتشاتي، الشاي الاخضر مطحون، يعني الشاي الاخضر الحقيقي. نخلطوه مزيان كما شفتوا راني وريتكم في الصوره. طبعا كاين اللي بغى يدير الالوان، انا كنهرب شويه بذوك الالوان. غادي ندير هنا الكاكاو على حساب 2 معالق. المهم شتو يعني الا شتو شويه يعني دار، زيدوا شويه ديال الحليب. طبعا الغبره ديال الحليب ولا ديال الكاكاو ولا ديال ماتشاتي ضروري نزيدوا شويه ديال الحليب فقط غير باش يجينا هذاك هو صافي. من بعد هنايا غادي نديرهم في هذاك في لي بوشادو باش يجيني ساهل الخدمه ديالو، او في شي شكواره كما كان دايره. المهم من يعني ديروا لها هذيك تتقبوها، يعني ما غاديش تسيح لكم بزاف. من بعد نسخنوا المقله اللي ديال الكريب كما راكم شفتوا. انا خديت هذه المقله المربعه. من بعد ندير هاد الدوائر هادو هكا ونخليهم ينشفوا شويه، ومن بعد نكب عليهم الخليط الابيض او الخليط العادي. نحاولوا اننا ما نكتروش، غير فين يديروا لنا دوك البلايص يتسدوا لنا صافي، باش هكا تجينا العجينه رقيقه ما تجيناش غليظه. من بعد ما دارت طابت من التحت غادي نقلبوها ونخلوها تحمر من التحت صافي. نحيدوها وهكا حنا نطيبو كما شفتوا راني طيبت. ودروك غادي نطيب كذلك اللون الاخضر، ونكب كذلك نخليها تنشف ونكب شويه العجين، نكبو غير شويه. ومن بعد الا خاصنا نزيدو باش نسدو الثغرات كاينين اللي تما باش هكا ما يجيناش غليظ. حنا نحاولوا كما شفتوا نميلوا باش هكا يشد كلشي البلايص. نقلبوها من بعد نطيبو كامل. وهنايا غادي ندير نوع اخر. هنا جبت
ديال الكاكاو، ندير غير النقاط، نخليهم ينشفوا شويه ونكب عليهم الخليط العادي. يعني العمليه سهله ماهله دغيا ورمشتين تساليو. وها هما من بعد ما ساليتهم نمشيو دروك باش نعمروهم. طبعا الحشوه تبقى اختياريه. هنا خديت واحد جوج تفاحات قشرتهم وقطعتهم مربعات صغار، درت شويه ديال الزبده حتى ولات نوازيت، ونزيد عليها السكر حسب الذوق، زدت على حساب 2 معالق حتى 3، ونزيد عليهم الزا التنسيم باش تعطينا اللون. تقدروا تزيدوا حتى شويه ديال الحامض الحكان يعني ديال الحامض، وتقدروا حتى الحامض بذاته الا كان خفتو يكحل لكم تفاح. من بعد هنايا نزيدوا واحد 4 معالق ديال القرفه، نعسلوه مزيان حتى تعسل كما راكم تشوفوا. وهاد الساعه نخليوه يبرد ونعمروا لي كريب ديالنا. هنا قسمت كما راكم تشوفوا الكريب على 2، ندير شويه ديال الفرماج ديال الدهن وندير شويه ديال التفاح. تقدروا تزيدوا حتى المكسرات، تقدروا ديروا البنان، ديروا اي حاجه يعني بغيتوا تعمروا بها، اي يعني فاكهه تكون بحال الفريز، بحال من يكون وقته، اي حاجه للتشين حتى هو تعسلوه. المهم اي حاجه. هنا درتلو على شكل بريوه هكا. صافي غادي نمشيو لطريقه اخرى. هنا خديت هذيك اللي فيها كما شفتوا دوك حبيبات اللي درت ديال الشوكولات بحال داك الشكل هكا يعني نقاط. غادي نطلي كامل الوجه بالفرماج. من بعد نجيب هنا البنان، غادي ندير بنانه في الوسط ومن بعد نلوي عليها. وطبعا هنايا في الاخير غادي نشد مزيان بالفرماج ونقطعوا القياس اللي بغينا هكا. ديرهم للوليدات تفرحوهم الصراحه. يعني الا بغيتو ديروا غير واحد الشكل تقدروا ديروا اشكال كثيره بحال هكا. يعني انا نوعت باش هكا تستافدوا وديروا يعني لوليداتكم هكا تنوضوا توجدوا تفرحوهم. يعني هنا غادي نديرهم في اعواد ديال الشواء، نزوقهم على شكل يعني بوب كيك بحال داك الشكل هكا. نديرهم هنايا من بعد ما درت شويه ديال ديك الملحه تاع الهيمالايا درتها في الكاس وبقيت نحط فيها يعني داكشي ديال لي كريب. هنايا كما راكم تشوفوا غادي نديرها على شكل صريره. درت شويه ديال الفرماج شويه ديال التفاح ونشدها هكا وندير فيها الميرتيل توت الاسود او الازرق، توت الازرق. صافي بحال هذا الشكل هكا كتجي غزاله حتى هي. ومن بعد الاخيره غادي نديرها على هذا الشكل على شكل هكا شكل هكا طويل. من بعد هنايا غادي ندير لها الكريمه تما على الجنب وندير فيها شويه ديال الفرومبواز. وهنايا هادو اللي درت فيهم البنان غادي نزوقهم بشويه ديال الفرومبواز. هنا واحد الميرتيل وشويه ديال النعناع باش تعطينا واحد يعني واحد الزويقه اللي هي غزاله هكا. تقدروا توجدوهم هكا في ليبيريتيف او في هكا الاعياد الميلاد للوليدات الصغار هكا تعمروا بهم بلاطو كيجي رائع ما شاء الله. وها هو سالا. نتمنى ان شاء الله عجبوكم وما تنسونيش دائما بالدعم. والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله. مع السلامه.